عاملين ايه يا حلوين؟ بقالي كتير جدا ما نزلتش اكل. ويا ريت بقى، يعني انا شايفه ان التفاعل عندي ضعيف جدا، وده حاجه مزعلاني. بتخلوني ان انا اكسل ان انا اعمل حاجه، فعايزه كده لايكات بقى ومشاهدات ومشاركات. وقبل كل ده نشترك في القناه. طيب، قررت بقى كبسه الغلابه. تعالى اوريكي كبسه الغلابه. طب احنا قبل ما نعمل الكبسه بنعمل مستحضرات كتير جدا نشتريها. لا، انا قررت باقل امكانيات عند حضرتك تعملي احلى كبسه وياكلوا صوابعهم وراها. بجيب بصله مفرومه وفصفيها من المية على حسب كمية الرز، وكل طبعا التوابل والبصل دي نسب انتي بتحبي تحطيها بطريقتك. بجيب البصلة في شوية زيت، تمام، واقعد اقليها زي ما انتوا شايفين كده لحد ما بتبدأ انها تدبل. طيب، اول ما تبدأ انها تدبل اكون مجهزة التوابل بتاعتي. ايه التوابل بتاعتي؟ كركم وقرفة عيدان وحبان ومستكة ورق لورا وايه وشوية ملح. واروح نازلة بيهم كده فين؟ على البصل، واقعد اقلبهم. طيب، مع ما الرز البسمتي ده سعراته الحرارية قليلة، يعني بيناسب جدا الناس المليانة ياكلوا منهم شوية براحتهم. وثانيا انا عاملاه بزيت، فالزيت خفيف على المعدة، تمام، فده بيناسب جدا قوي ينفع المفاصل، للناس اللي مفاصلهم وجعاهم. طيب، فعرفتوا التوابل المفيدة قد ايه فيها، تحطها بالنسب اللي انتوا عايزينها. طبعا بعد ما قلبتهم ودمجتهم مع بعض كنت انا غاسلة كوبايتين رز بسمتي. الكوباية اللي انت عايرتي بيها هي اللي هتحطي بيها الشوربة. طيب، انا غسلتهم وحطيتهم. طيب، هاجي احط الشوربه بتاعتي. طبعا كوبايه الرز البسمتي بيبقى عليها كوبايتين ميه او كوبايتين شوربه. انا عملت كوبايتين رز يبقى باربعة شوربه. لا، حطيت 3.5 شوربه. ليه حطيت 3.5؟ لان الرز البسمتي والتوابل والحاجات دي بيبقى لسه فيهم شويه ميه، فبالتالي بنقص كل نص كوبايه شوربه. ليه؟ عشان يطلع مفرفر. حطيتهم وزي ما انتوا شايفين بعدين بيغلوا، رحت بعد ما غلوا زي ما انتوا شايفين كده رحت حاطه ايه؟ شويه ايه؟ تروح انت حاطه شويه ايه؟ زبيب، وتقلبيهم. لو قليتي الزبيب مع الزيت الزبيب هينفخ، واحنا مش عايزين كده. لا، تحطيهم على ايه؟ على الشوربه ما هو بيغلي. شوفوا شايفين لونه؟ ما هو الكركم بيصفر اللون شويه. لو زودتي الكركم هيبقى لون الرز غامق. ادي وشرب الشوربه. يبقى كوبايتين رز بسمتي عليهم 3.5 ميه. وادي الوجبة في الاخر، حطيته على الشياطة وعملت الفراخ بتاعتي بالفيجيتار وخلطة كنتاكي. ودي الوجبة بتاعتي، طبعا بتقدم جنبها طبق سلطة. حبيتي بقى تحطي على الوش شوية زبيب شوية قرفة، اللي انت عايزاه. بألف هنا على قلبكم. عايزة اقول لكم ان ممكن تقدمي مع الرز البسمتي مش فراخ بس، ممكن تقدمي لحمة. في كذا حاجة تعمليها. يلا بقى نشترك بسرعة، نشترك في القناة عشان اقدم كل جديد.